حتى الله اذا مطر يشمتون بيه، استغفر الله. لاجئين بلبنان يشمتون بلبنان، ويشمتوا بفلسطين. باكر عقب اذا صار حرب بالعراق يشمتون بالعراق، هم لاجئين بالعراق. ازد من هاي اوروبا، معطيتهم رواتب وشقق ويسوون جرائم، ومن يقتلون احد يشمتون بيه. تعرف ليش؟ لان ما عندهم انتماء البلد، لان هم دمروا بلدهم بدينهم. يقولون حزب الله قتل اطفال سوريا. اذا كم شخص دول ما يمثلون حزب الله. أول شغلة بدكن 100 سنة ضوئية أنتو وآبائكم وأجدادكم حتى يصير مثل السوري. هاي بداية. بعدين أنت العراقيين كل حدا ما معروف قرعة أبوه منين، وكل حدا بده يطلع ترند، بده يقعد يتكلم عن السوريين أو يحكي عن السوريين. شو يا أهل العراق، كلكم بدكم تطلعوا ترندات على أهل سوريا، لأنه طلعوا ليك أنتوا حتى برزقتكم ترجعوا للسوري. حتى شو بدكم تشتغلوا للسوري ما في مجال. بس نحن أنت حكيك إنه نحن عم نشمت بلبنان. لا، نحن ما عم نشمت باللبنانيين، نحن عم نشمت بكل حدا اجى قتل أطفالنا وقتل نسائنا بحمص، بحلب، بحماة، بالشام، بكل مكان بسوريا. نحن عم نشمت باللي اجى دمرنا وهجرنا من بيوتنا. عم نشمت بحزب الشيطان اللي كان هو وأدنابه اللي يجوا يقتلوا ويدمروا ويقتلوا أطفالنا ويذبحوهم ذبح. نسيتوا تبع مضايا؟ نسيتوا الأطفال اللي ذبحوهم بالسكين، وعندما قالوا الولد للعنصر من جماعة الحزب قال له عمو أنا رقبتي عم تجعني؟ نسيتوا هاي المقولة؟ رقبتي عم تجعني؟ ليش ما بتحكوا هيك؟ ليش وقت كان الحزب يقتل فينا نحن كسوريين ليش ما حكيتوا، ما طلعتوا حكيتوا؟ ولا لا بس السوري إذا شمت بعدوه بتطلعوا بتصيروا تتكلموا وتاكلوا هوا؟ اليوم نحن السوريين الله خلقنا أسياد، ما بنعرف نكون عبيد منبطحين. نسيت يومة العراق، يومة العراق نسيت إيش قد راحوا سوريين بالدفاع عن العراق وعن أهل العراق. بس أنتوا أهل العراق اللي خنتوا بالعراق وخنتوا العرب والعروبي لأجل شو؟ لأجل بس فتات من المال. هلا خليكن قاعدين تحت سلطة الإيران والشيعة. على كل حال بحب قل لك نحن أسياد العرب، نحن العروبي، ونحن اللي بنعرف ننتمي لوطننا بننتمي لعروبتنا. بس الحسرة عليكم انتو، لا أخلاق لا كرامة، عايش بتحبوا تزل، بتحبوا المهاني. نحن صحيح تشردنا بكل دول العالم، بس كله هذا دفاعا عن كرامتنا وعن ديننا وعن عرضنا. العمى بقلبكم فعلا اللي استحوا ماتوا.